اهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناتي لمسات خديجة ام مروة. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال يا رب. عيد مبارك سعيد، لا يدخل عليكم بالصحة والسلامة وبالهنا ان شاء الله. وصفة اليوم ولا الفيديو ديال اليوم غنقدم لكم فيه غريبة بجوج ديال المذاقات. مذاق خطير ولذيذة بزاف، كتجي هشيشة والتعليكة كتعطيها واحد القوام رائع. صراحة كتجي كتذوب في الفم وبنينة بزاف. صدقوني الا جربتوها غتولي معتمده عندكم في الاعياد ديالكم في جميع المناسبات ان شاء الله. وصفه سهله وبسيطه، مكونات بساط، كتحضر في وقت وجيز، ما كتطلبش لا طابع ما غتستعملوا لا قطاعه لا طابع لا اي حاجه. صراحه سهله بزاف بزاف، وكما قلت لكم مكونات اقتصاديه وكتعطي واحد كميه مزيانه. انا هنايا راه خدمت غير ب 125 غرام ديال المارغرين، وعطاتني هاد الكميه اللي ما شاء الله، يعني تبارك الله راه كميه مزيانه. يعني بالنسبه لي السيده اللي كتخرج الكوموند اولا بغات تخدمها للكليان ديالها، فهاد الكميه انا عطاتني كيلو و250 غرام. هادشي كيبقى على حساب النوعيه ديال الدقيق وحتى الحجم ديال البيض. هادو حتى هما كيلعبوا دور في الكميه اللي غادي تعطيكم الحلوى. اما بالنسبه للعدد ديال الحبات ف اللي شكلتها بالمذاق ديال البيستاش خرجت لي 26 حبه، واللي بمذاق الفرومبواز عطاتني 29 حبه. هادو هما العدد ديال الحبات. هنا راه عطيتكم جميع المعطيات اللي غادي تحتاجوهم، سواء عدد الحبات سواء شحال خرجت ليا من كيلو. وانتم ان شاء الله تقدروا ديروا الثمن اللي بغيتو. انا هذه صايبتها للدار، يعني ما درتش ليها الثمن، فانتم كتحسبوا المكونات اللي استعملتو وكتشوفوا بشحال غتخرجوا هذيك الساعه. ايوا دابا ان شاء الله ندوزو للمقادير والطريقه ديال التحضير. في المقادير عندي 125 غرام ديال المارغرين، اي مارغرين بغيتو تقدروا تستعملوها اي ماركه. عندي كاس ديال العنبه ديال الزيت عامر، عندي كاس ديال سكر كلاصي، عندي كاس ديال النشا، وعندي جوج حبات ديال البيض. عندي هنايا النكهه ديال الزبده، هذه لاغوم ديال الزبده كتعطي واحد المذاق زوين. تقدروا تعوضوها بجوج اكياس بواحد الكيس عفوا ديال الفاني. وبالنسبه للمنكهات استعملت النكهه ديال البيستاش والنكهه ديال الفرومبواز. على بركه الله كناخذ واحد الاناء او واحد البول، تقدروا تخدموا في الكسريه، يعني تقدروا تعجنوها بيديكم. انا هنايا خدمت بالطراب الكهربائي. خديت الزبده وخلطتها مع سكر كلاصي، وزدت ليها واحد رشيشه ديال الملحه اللي ضروريه في الحلويات كاملين. صافي، وغادي ناخذ الطراب ديال الخلط الكهربائي وغادي نطربها مزيان. من الافضل تخدموا بالخلاط هذا ديال الكهربائي، يعني كيساعدكم وما كتبقاوش تخدموها بزاف. بالنسبه اللي بغات تخدمها باليد فراه تقدر، غير هو كيعاون. صافي، من بعد ما خلطت المارغرين مع السكر مزيان غادي نضيف الكاس ديال الزيت وغادي ندخلو مزيان في الزبده. كما كتشوفوا حتى كتولي بحال الكريمه. ضروري نوصلوا هذه المرحله هذه، ما تبقاش الزيت ما دخلش في الزبده مزيان، بهكا غاد العجينه غادي تطلق لينا الزيت. صافي، من بعد كنضيف الحبات ديال البيض اللي عندي وكنخلط مزيان. من بعد غادي نزيد واحد نص معلقه صغيره ديال الروح ديال الزبده، اللي كما قلت لكم تقدروا تعوضوها بالروح ديال الفاني اولا بكيس ديال الفاني. صافي، غادي نخلطها مزيان. هنا غادي نتاكد بلي راه المكونات كلهم تخلطوا. صافي، وغادي نحيد الخلاط وغادي نبدا نخدم بيديا. هنا غادي نضيف كما قلت لكم، غادي نتاكد مزيان واش يعني ما بقاوش الحبيبات ديال الزبده في لاصقين في الاناء. صافي، من بعد غادي نضيف كاس ديال النشا نص خماره اللي ما ذكرتش مع المقادير، نص كيس ديال الخميره، يعني ما ديروش الكيس كامل، كندير غير نص كيس. صافي، هنايا حاطه حدايا نص كيلو ديال الطحين، 500 غرام ديال الطحين الخاص بالحلويات باش نعطيكم العبار بالضبط. صافي، كنبدا كنضيف الطحين، ما كنضيفوش كامل، يعني كنخليها بحال هكا كتكون
كتلصق في اليد، وكنقسمها على زوج. باش كل وحده نقسمها بالنسبه اللي بغيت. الا بغيتو تكملوها يعني ديروا ليها الدقيق كامل وعاد تزيدوا ليها النكهه اللي بغيتو، لكم الاختيار. انا كنفضل نزيد ليها النكهه في هذه المرحله هذه. صافي هنايا كما قلت لكم قسمتها على جوج. النص درت ليه معلقه صغيره ديال النكهه ديال الفرومبواز، معلقه صغيره ما عمراش. صافي وكنزيد الكميه اللي خاصه ديال الطحين. كما قلت لكم راه العجينه ما كملتش ليها الطحين، يعني راها باقا خفيفه بزاف. صافي وكنزيد ليها الطحين الكافي اللي غادي يجمعها. صافي وكنخلطها مزيان وكنحطها على جنب. كما كتشوفوا هنا العجينه من بعد ما يعني ضفت لها الدقيق المناسب ليها. صافي هنا العجينه الثانيه كذلك غادي نزيد ليها نص معلقه صغيره ديال الروح ديال البيستاش، وغادي نزيد ليها الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق اللي خدات ليا هاد الحلوه هذه، خدات ليا 500 غرام. اللي كما قلت لكم حتى هي بقات ليا فيها اللي بقاو ليا 2 معالق ما عامرينش. وكما قلت لكم راه كتبقى على حساب النوعيه ديال الطحين واش كيشرب ولا لا، وكتبقى على حساب الحجم ديال البيض واش صغير ولا كبير. فهنايا اي حلوه ما تضيفوش الدقيق بخطره، يعني كنضيفوه شويه بشويه. صافي هنا كما كتشوفوا العجينه راها طريه ورطبه، وحتى ملي كطيب كتجي هشيشه كتذوب في اليد قبل الفم. صافي هنا كنبدا كنكور وكنبسطها شويه بيديا، وكندير لها هاد الحفره هادي بهاد الجراره ديال الشباكيه. هنا الكرات درت فيهم 20 غرام، في كل حبه درت فيها 20 غرام. صافي كنكورها كنبسطها شويه بيديا، وكندير ديك الحفره بالوسط بالجراره ديال الشباكيه. صافي غادي نبقى مستمر على هذا الشكل هذا حتى نكمل الكميه كامله اللي عندي، وغادي ندخلها الفران. قبل ما نبدا نشكل في الحلوه ديالي كنشعلو على عافيه مهيله. انا طيبتها في الفران ديال الغاز. الا بغيتو طيبوها في الفران ديال الضو غتشعلو على 180 درجه، غتشعلو غير لتحت بوحدو. يعني حنا الحلوه بغينا تحافظ على اللون ديالها، ما بغيناهاش يتبدل ليها اللون وتحمر، غتبقى في اللون ديالها. كنشعلو غير لتحت فقط. صافي وملي كنكمل كندخلها الفران وهو سخون، يعني الفران يكون سخون والعافيه تكون مهيله. صافي كملت الشكل الاول، يعني الغريبه الاولى بنكهه البيستاش. نفس الشيء درته مع الغريبه ديال الفرومبواز كذلك، اللي تقدروا تعوضوا النكهه ديال الفرومبواز بالنكهه ديال الفريز حتى هي كتجي زوينه. حتى هي كندير فيها 20 غرام في الحبه، وكنكورها وكنعمل فيها واحد الحفره من الوسط. تقدروا ديروها بالصباع اولا بالجراره ديال الشباكيه كما درت انا. صافي هنا من بعد ما كملت حتى هي نفس الشيء كذلك غادي ندخلها الفران. هنا في الوسط ديال الطياب ملي كيبان لكم ديك الحفره بدات كتنفخ، كنعاود نضغط عليها شويه بديك الجراره نيت باش تهز لي واحد الكميه مناسبه ديال التعليكه اللي غادي ندير معكم بالنكهات بجوج نكهات. هنا بالنسبه للتعليكه هنايا خديت كاس. هنا في الاول درت غير نص كاس، يعني درت نص المقادير اللي غادي نعطيكم وجاتني قليله، وانا نزيد زدت قدها. درت كاس ديال العسل، درتو على العافيه مهيله حتى كيسخن. ملي كيسخن كنزيد عليه 20 حبه ديال الشكلاط الابيض وكنخلطو مزيان. من بعد كنقسمو على جوج. النص كنزيد ليه نص معلقه صغيره ديال الروح ديال البيستاش، ونص الاخر كنزيد ليه نص معلقه صغيره ديال الروح ديال الفرومبواز. يعني الكميه ديال لاغوم نتوما اللي كتحكموا فيها، يعني كتذوقوا كتشوفوا واش الكميه مناسبه، يعني واش لوغو باين ولا لا. هاد التعليكه تقدروا تستعملوها في اي حاجه بغيتو، بحال في التلصاق ديال الصابلي ولا في التزيين ديالو. صراحه كتجي زوينه بزاف، يعني حتى بلا ما نضيفوا ليها لاغوم، غير الشكلاط مع العسل عطا واحد المذاق زوين. وبالنسبه الا بغيتوها بالمذاق ديال الشكلاط
يعني شوكولا نوار كتعوضوا الشوكولاط الابيض بالشوكولاط الاسود، وكتضيفوا ليه واحد المعلقه ديال الكاكاو، اولا كتضيفوا ليها معلقه صغيره ديال النكهه ديال الشوكولاط حتى هي كتجي زوينه، ولا القهوه ولا الكابوتشينو يعني، ولا الكراميل كذلك. فكتقدروا تنسموها بالنسبه اللي بغيتو، صراحه كتجي زوينه ومناسبه لجميع الحلويات لاي حاجه بغيتوها. صافي هنايا من بعد ما خلطتها وجدت التعليكه ديالي غادي نحطها على جنب. وهنايا الحلوه من بعد ما طابت كما كتشوفوا كنخلوها كما قلت لكم في اللون ديالها، لتحت كيكون محمر شويه، ولكن الفوق كنخلوها في اللون ديالها كتكون زوينه. ما تحمروهاش وما تشعلوش الفوق نهائيا، يكفي اننا نخلوها طيب. وهادو هما التعليكات ديالنا. صافي هنايا كناخذ، هنا درتهم في بلاستيكات، وكناخذ كنعمر دوك الحفيرات الوسط، غادي نعمرهم كاملين. من بعد ما ساليت الغريبه ديال البيستاش غادي ندوز نعمر الغريبه ديال الفرomboise كذلك حتى هي بالتعليكه ديالها. صافي بالنسبه للتزيين هنا اختاريت نزين الغريبه ديال البيستاش بهاد الحبيبات ديال الشوكولات. التزيين كيبقى اختياري، تقدروا تزينوها بالبيستاش مهرمش اولا بالورد البلدي اولا، فالتزيين كيبقى اختياري وتزينوها باش ما بغيتو. انا اختاريت هاد الحبيبات ديال الشوكولات في اللون الابيض. بالنسبه للغريبه ديال الفرomboise خديت الشوكولات الابيض ذوبته، وكناخذ واحد المعلقه صغيره وكان يعني كنوضعها فوق التعليكه. انا كنتعمد انها تسيح في الجناب، بصراحه كتعطي واحد الشكل زوين بزاف بزاف. ما بغيتهاش تبقى يعني غير فوق التعليكه، كتجي هابطه بحال الدميعات. المهم كتجي زوينه الصراحه. والتزيين كيبقى اختياري وعلى حسب كل واحد. انا عطيتكم جوج ديال الاشكال، يعني تقدروا كيما تشوفوا كيما يعني الشكل ديال البيستاش اولا الشكل ديال الفرomboise اللي زينته بالتعليكه وبالشوكولاط الابيض. كما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري وتزينوا باش ما بغيتو. المهم هو المذاق، صراحه كتجي هشيشه والمذاقات زوينين، لذيذه لذيذه لذيذه. صافي هنايا كما قلت لكم راه كنحاول انني نكمل الحبات كاملين ديال الحلوى اللي عندي، وكنتعمد انني نهبط الشوكولات مع الجناب. صافي وتا هي كذلك غادي نزوقها من الفوق بالحبيبات ديال الشوكولات في اللون الوردي. صافي غادي نزينهم كاملين. زينتهم كذلك بواحد بالورق ديال الذهب كانوا عندي وما تصورش ليا في الفيديو. خدت غير طريف صغيور يعني درتو في الجناب. صافي بالنسبه للغريبه ديال البيستاش فكرت انني نزيد لها خطوط بالشوكولاط الابيض. كما قلت لكم التزيين كيبقى اختياري وتزينوها باش ما بغيتو، كتجي زوينه بزاف. وهذا هو التقديم وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديال اليوم. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. حلوى سهله وبسيطه وبمكونات في المستطاع وهماويه وراقيه وشكل راقي ومنظر يعني زوينه، لا في الشكل ولا في المذاق، صراحه رائعه. كنتمنى تعجبكم الوصفه ديال اليوم، وغادي نوريكم الشكل ديالها كي كيجي والتعليكه كي كتجي. صراحه لذيذه بزاف بزاف بزاف. هنا غادي نحل معكم يعني غادي نوريكم الشكل ديالها من الداخل وبالتعليكه كي كتكون. صراحه لذيذه بزاف هاد التعليكه، كما قلت لكم تقدروا تستعملوها في الحلويات الاخرين وفي بزاف د الحوايج. وهذا هو الشكل ديالها، صراحه لذيذه بزاف بزاف. كنتمنى تجربوها في الاعياد ديالكم في المناسبات ديالكم، وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم كما عجبتني انا. صراحه هشيشه بزاف كتذوب في الفم، وكما قلت لكم ديك التعليكه كتعطيها واحد القوام رائع. ومره اخرى ان شاء الله كنتمنى تعجبكم الوصفه، واللي مازال ما مشترك اشتركوا في القناه مرحبا والف مرحبا.
وان شاء الله غادي نعاود نقدمها معكم بمذاقات اخرين. يعني ملي جربتها وعجبتني تحمست انني نعاود نجربها وبمذاقات اخرين ان شاء الله. هنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى لكم عيد مبارك سعيد، وباش ما تمنيتوا ان شاء الله، والى اللقاء الى وصفة قادمة.